ايوا دابا راه جبت لكم واحد البروجي يلا غيبدا ينطلق بالنسبه لبنادم اللي باغي يستثمر في هذا الفيديو هذا. غادي نعرفوا كلشي، غادي نعرفوا الاثمنه، غادي نعرفوا الظروف. نعم، هو طائر سريع النمو، يقدر يوصل الوزن ديالو خلال 10 شهور حتى 12 شهر ما بين 90 حتى 120 كيلو. خصوصا نعم انه كيمتاز بزاف المميزات من الريش ديالو، الجلد ديالو، اللحم ديالو، البيض ديالو. حنا حاليا كنقلبوا على مستثمرين يكونوا معنا في هذا السوق يستثمروا في النعام، لانه مشروع عنده اقبال في المغرب، وانا كما كنسميه هو منجم من الذهب. غير هو انسان خاصو شويه الصبر، خاصو انه يكون المعقول، ويقلب على الناس اللي هو غيشري من عندهم، يقلب على الناس اللي غيواكبوا معاه. وحنا بدورنا كنواكبوا معاه اي شيء واي معلومه حنا عشنا فيها كنقدروا نعطيوها ليه، نبارطاجيوها ليه. وكذلك ان انسان خاصو يعرف منين غياخذ لا بيض لا لحم لا اي حاجه، يعرف من المصادر ديالها. حاليا دابا النعام باقي غالي لانه الغي ما كيتواجدش في الاسواق، وحنا دابا حاليا باقي ما كندبحوش بزاف، لان خاصنا ضروري مربيين يكون معنا في الاسواق باش نخرجوا لهذا اللحم. الى استثمرات وعرفات كيفاش تستثمر غتمشي بعيد. يقدر اي واحد يبدا في هذا المشروع، يقدر يبدا حتى بجوج نعامات ويصبر عليهم شو هو يعطيوه. هو باش كيعطيني اشنو عنده، انا هذيك الساعه كنوريه اشنو يدير. اما يقدر ياخذ كتاكيت، اما يقدر ياخذ البيض، اما يقدر ياخذ اسر كبيره. انا كنمشي على البيدجي ديالو باش حتى هو يستثمر. تقدر تبدا بالبيض، وتقدر تبدا بالكتاكيت، وتقدر تبدا بالاسر الكبيره. الله يجعل يعطيو تكون عنده حتى 20 متر ولا 20 متر يربي فيها النعام. من بعد كيطور هو المشروع ديالو، لان المشروع النعام ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه، فهمتي؟ باش كيقول لك الانسان راه فيه الريسك، هو فيه الريسك، ولكن هذاك الريسك اللي هو غادي شوفوا هو حنا غنوريوه ليه. حنا كنسيبورتيو فيه، كنقولوا ليه هاك اشنو المشكل اللي كيكون في النعام، ها المميزات الزوينه اللي في النعام. يعني ما كنخليوش هو يمشي لهذاك البحر باش يغرق، يعني حنا كنواكبوه. اي حاجه انا عندي كشخص غنعطيها لهذاك الشخص، نقول ليه ما تطيحش فيها. وان شاء الله انا بالعكس انا كنبغي يكون عندي واحد الريزو في المغرب كامل باش نوصلوا لهذاك الهدف ديالنا، باش يكون عندنا واحد السوق في المغرب. وعلاش لا ان شاء الله نكونوا حتى حنا في المعارض يعرضوا المنتوج ديالهم بالجماليه، لان النعام تا هو كيكون عنده واحد الجماليه. علاش نعرضوا الذكور الاناث ثاني بالجماليات بمواصفات، مسابقات ديالو داخل، يعني احسن ذكر احسن انثى، ويكون المنتوجات ديال النعام تا هو داخل. خصنا نكونوا يد في يد، واي معلومه عند شي شخص خصو يعطيها للاخر، ونمشيو بعيد، لان المغرب الحمد لله فيه ما يدار. البيض النعام كيتراوح ما بين 400 حتى 500 درهم. علاش 400؟ دابا فاش كيكون الانتاج كثير كنكونوا مطيحين شويه في الثمن، يعني كيكون عندنا البيض وافر، لانه في الفتره الاخيره ما بين 8 9 10 كينقص البيض. يعني خاصنا حنا الاتفاق ديالنا يكون البيض شويه طالع الثمن. بالنسبه للكتكوت كيتراوح ما بين 2500 حتى 3000 درهم. انا كنعمر كتكوت صغير، ولكن انا ما كنصحش الناس باش ياخذوه، لانه كيكون شويه ريسك. انا على تجربتي كنقول للناس شهرين ونص حتى 3 شهور يقدر يعيش معاه في اي مناخ، واخد المناعه ديالو مزيانه، واخد داك الشيء اللي هو يقدر يعيش فيه في اي منطقه. ومن ناحيه الناس اللي الا كبروا الكتكوت ووصلوا العمر ديال العام، انا كنقولها لهم يعني وصلوا لواحد الوزن ديال 90 كيلو ولا 120 كيلو بصحه جيده، كنشريو من عنده. ما يتسناش انه لما غنبيع. قلت لك حاليا السوق ديال النعام في المغرب عنده اقبال كثير. كنقول غير خاصنا غير المربيين والصبر. الذكر والانثى يعني هما اللي منتجين وعندهم اللي كينتجوا مزيان كيقدروا يوصلوا حتى 40000 درهم. الذكر والانثى كوبل ب 4 المليون، يعني منتجه كتعطي الانتاج مزيان وعندها معايير، يعني كما اللي حطينا في المعرض هذوك هما المعايير ديال الذكر وديال الانثى. كنهضر على الانتاج، يعني الانسان باغي يشد ينتج. مرحبا وتحياتي وشكرا لك كذلك.